السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. اليوم غادي ندويو على البخي الثاني اللي خديناه في البيزنس بلان. درنا ولا توقعنا غادي ناخدو واحد الكريدي ب200,000 درهم اللي الطو ديالو 2% ولا ديغي ديالو 72 شهر. فملي وصلنا للواقع ما تمكناش ناخدو 200,000 درهم وخدينا غير 80,000 درهم. وهاد البروغرام اللي خدينا منه هاد المونطو هذا بهالطو هذا ديال 2% كان هو برنامج انطلاقة اللي غادي ندويو عليه في هذا الفيديو هذا. خدينا قرض ب80,000 درهم من خلال برنامج انطلاقة بشروط ميسرة واللي ساعدونا بزاف باش نبداو بلا ضغط على الشركة. كنا توقعنا غادي ناخدو 200,000 درهم، ولكن كما قلنا لكم خدينا غير هذا المبلغ هذا ديال 80,000 درهم. برغم ذلك فهو كيعتبر فينونسمون مزيان نظرا للطو دانتيغي اللي خدينا به ولا دوغي. دابا غادي نشوفو الشروط الأساسية للاستفادة من قرض انطلاقة. باش تاخد هاد القرض هذا خاصك تكون مغربي وعندك بطاقة تعريف وطنية، العمر ديالك ما بين 18 و 45 سنة، عندك فكرة مشروع واضحة أو مشروع جديد، كتكون مسجل كمقاول أو كاين نية تسجيل، كتوجد ملف شامل فيه بيزنس بلان مفصل كيف ما هذا اللي دوينا عليه، بطاقة تعريف، شهادة سكنة، كشف الحساب البنكي. كتقبل كدير تكوين وكتقدم العرض في البنكة أو عند الجهة الممولة. تلتزم بسداد القرض حسب الخطة المتفق عليها. كيف ما قلنا هذا القرض كيعطيك مدة طويلة باش تردو وغالبا بدون ضمانات كبيرة. ونصائح اللي نقد نعطيكم: حضر الملف ديالك مزيان وركز على الجانب التجاري والمالي، كون صبور، الإجراءات كتطلب وقت وتدقيق. فبالنسبة للفورماسيون ديالنا فهاد القرض كان عنده دور كبير في المشروع ديالنا ولا غادي نشوفوه في قادم الفيديوهات. وفر علينا بزاف ديال الصعوبات المالية وكانت خطة ذكية من المسير ولا المحاسب اللي فكر بهذا، اللي فكر ياخد كريدي بطو منخفض ومدة طويلة. هذا غيوفر علينا بزاف ديال الصعوبات المالية في المرحلة الأولى. هادشي الديماراج ديما كيكون صعيب، وبطبيعة الحال انت كمحاسب خصك تكون ديما كتفكر في طرق التمويل المناسبة للشركة وهاد القروض ما يكونش عندهم واحد لي شارج على الشركة كتير. فكما شفنا في القرض الأول ديال الفرصة فما كان عنده حتى شارج، حتى شفتو 0%، حنا غادي نردو غير القرض. فهذا تمويل مزيان 100%. والقرض الثاني خدينا طو ميسر 2%. ونتمنى تكون التجربة ديال فرصة وانطلاقة فادوكم.